ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن السجق بالبطاطس. بس قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نشوف الوصفه، عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنضيف معلقه زيت صغيره، ما نكترش لان السجق بيبقى فيه نسبه دهون. طبعا ده سجق بلدي، اهم حاجه ان احنا نجيبه من عند جزار يكون مضمون وبيكون متبل جاهز، ما بيحتاجش توابل قد كده. هنسيبه ياخد تشويحة كده الاول على نار هادية، وبعد كده نعلي النار لحد ما ينزل كمية الدهون اللي فيه والبهاريز بتاعته، علشان هنكمل بقية الوصفة في نفس الطاسة او في نفس الحلة اللي احنا بنعمل فيها. زي ما انتم شايفين كده، وبدأ ان هو ينزل اصلا السمانة اللي فيه. كده خلاص هبدأ ان انا اطلعه في طبق تاني، وهضيف معلقة سمنة بلدي. هنكون مجهزين عندنا بصل متقطع جوليان وفلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر وفلفل حامي على حسب الرغبة، وطماطم منزوعة القلب، معلقة توم مفروم. هنضيف كل الخضار ده كله مرة واحدة على السمنة البلدي والبهاريز بتاعة السجق، ونديهم تشويحة كده لحد ما نحس ان البصل بدأ ان هو يدبل بس كده. عايزة اقول لكم ان الطاجن ده من الاكلات الحلوة قوي قوي، جربوه. كده خلاص يعتبر الخضار بتاعنا اخد تشويحه كده ودبل. هنضيف كميه البطاطس، بس نحاول ان احنا في تقطيع البطاطس تكون متساويه، بحيث ان هي كل البطاطس مفيش واحده تكون مهريه وواحده لسه مش مستويه، يكون كله مستوي زي بعضه. وهديهم تشويحه كده مع الخضار، ونكون مجهزين معانا حوالي 3 او 4 طماطم مفرومين. هنضيف بقى رشه فلفل اسود، رشه ملح، رشه كزبره ناشفه، معلقه معجون طماطم. وهقلبهم كده واسيبهم يتسبكوا حوالي نص تسبيكة، يعني لمدة 10 دقايق كده او حاجة. كده خلاص اتسبكت نص تسبيكة وتعتبر كل حاجة مستوية نص تسوية. هضيف السجق واديله غلوتين بس كده او 3 مش اكتر. شايفين الالوان وجمالها ولا الريحة؟ يا ريت الريحة كانت واصله لكم. بصوا الريحة خطيرة خطيرة، وانا بعمل لكم مونتاج للفيديو انا جوعت والله. هنضيف بقى الكمية بتاعتنا في الطاجن على حسب ما احنا عاوزين. هحط على الوش كده فلفل اخضر وفلفل احمر، بحيث ان هو يدي شكل حلو في الاخر. هغلفه بقى بطبقتين من ورق السلوفان، او لو الطاجن اصلا له غطا خاص بيه تمام. وهندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة، مش هياخد مننا تلت ساعة نص ساعة يكون مستوي. وعملت جنبها رز بالشعرية وسلطة خضراء. وبكده الوصفة هتكون انتهت. ما تنسوش يا حبايبي اما تجربوا الوصفة تكتبولي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. وما تنسونيش يا حلوين من اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.